في العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وفي الظروف اللي محدش عارف هي هتخلص على ايه، بقى نادر جدا ان انت تلاقي حاجه تقدم القيمه مقابل السعر. بس في ناس كتير بتكون متعشمه وبتيجي بتسالك اسئله كتيره جدا، ومنهم سؤال كومن جدا عند الناس كلها: يا عارف انا عايز سماعه جيمنج، يا عارف انا عايز سماعه ما تعديش ال 2000 جنيه، اعمل بيها كل حاجه، العب واستريم واسمع مزيكا واتفرج على افلام واعمل كل حاجه، وانت المفروض تتصرف. أنا فضلت أدرس وأدور وأشوف الاستوكات لحد لما وصلت لأكتر سماعة بتقدم لك قيمة مقابل السعر ومش هتعدي معاك ال 2000 جنيه. السماعة دي هي العروسة الجميلة دي، كولر ماستر CH 331. قبل ما نتفرج على السماعة ونشوف السماعة دي بتقدم ايه وايه المميزات بتاعتها، خليني اعرفك بنفسي. انا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر. ولو انت متعرفش سيجما كمبيوتر، فسيجما كمبيوتر هي واحدة من اهم شركات الهاردوير في مصر المتخصصة ببيع اي حاجة ليها علاقة بالكمبيوتر والهاردوير، سواء اكسسوار، كروت شاشة، باور سبلاي، لابتوبس، شاشات، اي حاجة حرفيا ليها علاقة بالكمبيوتر ومجال الاي تي عامة. خلينا بقى نرجع للجميلة دي، كولر ماستر CH 331. انا عايز اقول لك ان السماعة دي بجد جامدة جدا. عايز تسمع بيها مزيكا؟ شغال. عايز تتفرج على فيلم؟ برضه شغال. عايز تلعب كام جيم كده وتستفاد بتقنية ال 7.1 وتشوف الانمي بتاعك جاي منين وتقوم ناطط عليه علشان تجيبه قبل لما هو ما يجيبك؟ برضه شغال يا قلب الوحش. فخلينا بقى نبدأ نعمل الانبوكسنج للسماعة بتاعتنا. اول لما تفتح البوكس هتلاقي مانوال يعرفك اكتر على السماعه، وكده كده مفيش حد بيبص عليه فمكانه في تراش. Know your place, trash. بعد بقى لما تفتح هتطلع السماعه وتلاقيهم مكفنين السماعه حرفيا في الكرتونه علشان ما تهربش منك ولا حاجه. هتبدا تفك السماعه براحتك وعلى اقل من متر. طلع السماعه وطلع المايك بتاعك وخلينا نتفرج مع بعض على السماعه. بنظره مبدئيه كده هتلاقي السماعه مبطنه جامد وهتلاقيها قويه جدا معاك في الفلكسبيليتي بتاعتها، وبالنسبه للقبض بتاعتها او الكوشنز بتاعتها فهي الفوم بتاعها شكله نضيف جدا وبريميوم، لان انا استخدمت السماعه دي على ودني لفترات طويله وما وجعتنيش ولا صدعتني. هي بس بعد 3-4 ساعات من الاستخدام هتحس ان هي بتعرقك بس مش ضغط عليك. وبالنسبه للدرايفر فهم عاملينه 50 ملم علشان يبقى حرفيا لامم ودنك كده ومحتويك بدل ما انت وحيد ومفيش حد محتويك. ميري كريسماس. ميري كريسماس ايه، هابي فالنتاين. وبالنسبه بقى للمفصله اللي بتمسك القبس او الدرايفر نفسه للبادي بتاع السماعه، فدي الشكل ده تحديدا بيكون هو الويكنس بوينت بتاع اي سماعه بالديزاين ده، لان هو بيبقى معمول من ماتيريال ضعيفه او بلاستيك مقوى، فكتر الاستخدام او كتر الفتح والقفل بتاع السماعه بيكسره بسرعه. بس السماعة دي الشاسيه بتاعها معمول من الألمنيوم علشان يديك عمر استخدام أطول من البلاستيك وما يبقاش ويكنس بوينت انيمور. ويكنس بوينت بتاعت السماعة دي من وجهة نظري أنا هما الكابلين دول، فخلي بالك وانت بتستخدم السماعة او وانت بتقلعها ما تضغطش على الكابلين دول. وبالنسبة لوجهة التوصيل بتاعت السماعة، فالسماعة دي بتتوصل بكيبل USB تايب A، وكمان الكابل بريدد وقوي جدا علشان لو شديت السماعة بعنف السماعة ما تتقطعش بسرعة. وما شاء الله الكابل ده اطول من حياتي، يعني اكشلي الكابل ده طوله 2200 سنتي، انا 1700 سنتي. وبالمناسبة وانت بتستخدم السماعة دي انت مش هتحتاج اي هوت كيز ولا اي سوفت وير علشان توطي او تعلي الصوت بتاع السماعة او تعمل ميوت او تغير النمط بتاع الRGB، لان السماعة دي الكنترول بتاعها كله من الكنترولر اللي موجود في الكابل بتاع السماعة. الكنترولر ده شامل لك كل حاجة في السماعة، زرار انك تقفل او تفتح الRGB بتاع السماعة، زرار انك تعلي الصوت او توطي الصوت، زرار انك تعمل ميوت للصوت وتعمل ميوت للمايك. وبالنسبة لزرار الميوت بتاع المايك ده فخليني اقول لك ان ده حاجة مهمة جدا لاي جيمر قاعد بيلعب في البيت بتاعه، لان باختصار شديد انت توب رانك، يعني قاعد عمال بتجيب بنتكل وقاعد مع صحابك في الديسكورد وفجأة فجأة تسمع ماما بتزعق لك من بره علشان ترمي الزبالة، شكلك هيبقى وحش قدام صحابك، فهتعرف تدوس على زرار الميوت وتقفل الموضوع على طول. احمد سيب لي في ايدك، تعالى ارمي الزباله. حد فيكم سامع حاجة؟
ما حد سمع حاجه. بالمناسبه بقى الار جي بي اللي موجود في السماعه دي شكله انيق جدا وشكله كول قوي. بس هنا السؤال، هو ليه فيها ار جي بي اصلا؟ انا مش هشوف الار جي بي ده، يعني انا مش هعرف ان السماعه دي فيها ار جي بي. بس يعني علشان هي جيمنج ومفهوم الجيمنج الانوار واللوند والكلام ده، فتمام فيها ار جي بي، والار جي بي بتاعها كويس جدا. وبمناسبه الشوف خلينا نجرب نلبس النضاره واحنا بنلبس السماعه. شكلي امور، شكلي امور. انا عايز افهم كل ده، يعني انا مش، هو مفيش حد بيتكلم بس في ضغط هوا عليا، حاسس ان انا مش سامع نفسي حتى بره، which is nice في الجيمنج يعني. حابب اقول لك ان ولا كأني لابس اي نضارة ولا اي حاجة. معظم السماعات اللي بتكون برضو بالشكل ده لما بتيجي بتلبس النضارة بتضغط جامد على النضارة، فلا هي مش ضغط على النضارة ولا اي حاجة، والموضوع عادي جدا. وميزة كمان في السماعة ان المايك بتاعها ديتاتشابل، يعني تقدر تركب المايك براحتك وتفكه في اي وقت عادي. والميزه دي مهمه جدا بحيث ان انت لو بتستريم وعندك مايك احترافي ومش حابب شكل المايك ده على بقك، فانت حرفيا هتلبس السماعه بس الدنيا كلها هتبقى تمام معاك، والمايك ده ممكن ترميه خالص. بس بالمناسبة المايك ده صوته حلو جدا، خلينا نجربه مع بعض. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ دلوقتي انا بجرب المايك بتاع السماعة الكولر ماستر السي اتش 331. ما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. واما بقى عن تجربة الجيمنج بتاعت السماعة، فانا حابب اقول لكم اللي احنا معانا النهاردة ضيف عزيز وغالي جدا 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 على قلبي. هو اللي هينقول لكم وجهة نظره في السماعة وكان ايه رأيه في السماعة وهو قاعد بيلعب بيها. وهو بالمناسبة الضيف ده اسلام ماهر. اللي ما يعرفش مين اسلام ماهر، فخليني اقول لك ان اسلام ماهر ده اخويا، وما تسالش انا ازاي اسمي احمد عارف وهو اسمه اسلام ماهر، علشان اسمي الحقيقي احمد ماهر مش احمد عارف. احمد عارف ده اسم العيله، يعني عارف ده اسم عيلتي. خلينا نروح لاسلام ماهر وننتقل له ونشوف نظرته عن السماعه. ايه الفخامه دي؟ وزير قاعد. بس ايه رايك في الجاكيت؟ انا بس عندي سؤال اهم من الجاكيت. معلش الجاكيت، عشان الجاكيت تحفه الصراحه، لازم جابه كام؟ جابه كام؟ 800 جنيه و100 جنيه مواصلات. هو انت بتلعب اصلا؟ انت جيمر؟ يا ابني انا جيمر من صغري، انا وابويا. وعم مصطفى فاكر؟ وعم مصطفى لما كنا بنلعب كوماندز. ودايما كنت بخسر. بس يعني عادي. حابب بقى اسالك كام سؤال كده. بص، السماعه دي اول حاجه تديها ريت كام من 10؟ بكل صراحه. بكل صراحه والله. اديها يعني هي صراحه لحد دلوقتي عجباني، يعني اديها 9. قول لي ايه اكتر حاجات عجبتك في السماعه؟ اول حاجه عجباني في السماعه، انت عارف السماعه دي ايه اصلا الاول؟ يا ابني طبعا. ايه؟ ثانيه واحده. انت بتعمل ايه؟ سي اتش 33 ال. العلبه هي اللي هتقول، مش انا اللي هقول والله البراند ده ايه. عندك هودي كده مكتوب عليه كولر ماستر بينور ابيض. ثانيه اوريك صورتي بيه. هو ده هو ده كولر ماستر. هو ده كولر ماستر. ان انا بلبس منك. ايه رايك في السماعه؟ لا السماعه عجباني جدا. يعني اول حاجه بص، انت اول ما تحطها على ودنك كده تمام هتحس باريحيه، واصلا وانا مش مشغل حاجه حاسس ان في عزم. انا مش عارف صوتي عالي ولا لا. تمام، يعني الحته دي سوفت قوي تمام، والحتت دي كده كلها مريحه، فاهم؟ بس كمان فيها ميزه، يعني لو خدت بالك انت كنت قاعد بتكلمني اصلا وانا لابس سماعه، كنت بتقول لي ارفع الدراع وكده، بس انا اصلا يعني ما كنت سامع حاجه. ادي للسماعه دي بكام؟ تبقى بكام مثلا السماعه دي؟ ماكسيمم مينيمم يعني اديها يعني ما تعديش 300 جنيه. دي ب 1750 جنيه. طيب هانت. وبعد لما شفنا رأي اسلام في السماعة، متشكرين جدا لمجهود حضرتك يا اسلام والله. حابب اقول لك كام حاجة كده اخيرة في السماعة. السماعة دي فيرتشوال 7.1، تقدر تفتحه من السوفت وير بتاع كولر ماستر اللي اسمه ماستر بلس، وتقدر تكستمايز الصوت بالطريقة اللي تريحك جدا. الموضوع بسيط وسلس جدا في السوفت وير ده. وكمان بقى حابب اقول لك للسماعة دي اكتر حاجة قيمة مقابل سعر. اول حاجة السماعة دي ضمانها 2 سنين ضمان الوكيل بتاعها. تاني
حاجه بقى التسعير بتاع السماعه دي سعرها $53. لو ضربت الدولار في 50 جنيه فالسماعه دي هيكون سعرها 2650 جنيه. طب هي فين اللقطه في الموضوع؟ اللقطه في الموضوع اللي احنا بنبيع السماعه دي ب 1750 جنيه، فحرفيا فرق السما من الارض. السماعه دي كويسه جدا. ايه عيوبها بالنسبه لي انا؟ ان انت لما بتيجي بتلبسها فتره طويله ودنك بتعرق. غير كده الصوت بتاعها كان واضح جدا والعزل بتاعها كان قوي، المايك بتاعها شغال تمام مفيش مشكله. بحس ساعات وانا مشغل 7.1 ان الصوت الكلام نفسه لو حد بيتكلم فصوته مكتوم شويه، لما بقى في 7.1 الموضوع بيبقى عادي جدا. كمان 7.1 هو مش ادق حاجه لان هو كده فيرتشوال مش حقيقي. وحاجه اخيره بقى الهيد بتاعت السماعه بحس ان هي بتتلحوز بسرعه جدا، انت لازم كل شويه تفضل تمسحها بالقماشه المايكرو فايبر. فاوفر اول السماعه دي تستحق الشراء ولا لا؟ تستحق الشراء جدا جدا جدا. هي بتطول وبتنزل بالمناسبه، انا نسيت اقول دي في الفيديو بس هي بتطول وبتنزل. بس كده دي كانت كل حاجه في السماعه بتاعت النهارده. زي ما اسلام ما قال لك اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من سيجما. وحابب اقول اعملوا سبسكرايب، يعني انت مش عامل سبسكرايب انت فايتك نص عمرك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد او حلقه جديده على القناه. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. سلام.